صباح الخير على متابعينا وحبايبنا اللي بيتابعونا من قناتنا، قناة خوخة وتفاحة. يانا يا مرات اخويا، ايه رأيكم في المهرجان ده؟ ده مهرجان الكرنب النهارده. دلوقتي تفاحة تقول مرات اخويا زرعت الشقة كلها كرنب ولا ايه؟ الوقت هتتصل عليا وتقول انت زرعت الشقة كرنب ولا ايه؟ بس انا النهارده نويت اعمل تفريزات للكرنب عشان احنا في الشتاء، والتفريزات يعني ممكن دلوقتي تعمليها عادي. فاحنا دلوقتي هنعمل النهاردة التفريزات دي النهاردة، وكل الكمية دي وبسرعة وبتكات، وتحفظ لك الكرنب بالسنة، لا يتهرى ولا يتقطع ولا ينقر في قلب الفريزر. طالما هتحفظيه في الفريزر بالشهر والاتنين والتلاتة زي ما انت عايز. بس خليكي معايا لاخر الفيديو. وانا قابلت التحدي بين تفاحة، ويا اكون يا لا اكون، فانا معاكم. خليكم معايا لحد اخر الفيديو، وهنشوف ايه اللي هيحصل في التكات بتاع مية السلق عشان ما يتهراش منك. وللتقطيع برضو كام طريقة للتقطيع. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه في المية الاول. الحلة على النار اهيت، بس مش هتغلي، سخنة قوي قوي كده زي ما انتوا شايفين كده، مش هنخليها تغلي. تمام. هنحط ايه في المية؟ هنحط كمون، اهو. تمام. وهنحط سكر، مش حاطه ملح، انا هحط سكر. حاطه سكر ليه يا خوخه؟ خليكي معايا لاخر الفيديو وانا اقول لك انا حاطه سكر ليه. تمام. وهنحط حاجه كمان، اللي هي اللبن. هتحطي لبن في ميه السلق يا خوخه؟ جننت دي ولا ايه؟ ايوه طبعا هحط لبن، معلقتين لبن بس. ايوه كده. تمام. بس كده. واحط فيها ايه؟ الكرنب دلوقتي قبل ما الميه تغلي، عشان انتي هتفرزي، فهو مش عايز ينسلق سلق جامد، هو عايز بس النار تظبطه كده وخلاص. واقول لك تحطيه كام دقيقه وتقلبي، وكام دقيقه وتشيلي. خليكي بس معايا لاخر الفيديو عشان اقول لك السكر واللبن اتحطوا ليه. كرنبايه اهي، وحطيتها على وشها كده، انا حطيتها على وشها. تمام. هنسيبها 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق بالظبط على وشها كده، لحد ما الميه تدخل جواها، لحد ما الميه دي تدخل جواها شويه كده. وهتك عليها كده لحد بس ما تخدل كده والميه تخش جواها، وبعدين ايه نقلبها تاني. هنا 5 دقايق وقلبناها، يعني خليناها على الوش ده 5 دقايق كده وقلبناها. وهنسيبها برضو هنا 5 دقايق. تمام. يعني احنا قلبناها على وشها 5 دقايق، وهنسيبها برضو كده 5 دقايق اهو كده. تمام كده خلاص. نبتدي نطلع بقى اهو. شفتوا الورق ده؟ الورق ده جاي من الغيط على هنا على طول اهو. بس انا بفضل دي سخنة جدا ان انا يطلع بدي كده، عشان هي بتبقى سخنة جدا اهي. واحدة واحدة كده، بسم الله. ورقها كبير فلفف على الكرنب قوي. شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكرنبة، شوفوا شكل الكرنبة، شوفوا شكل الورق، ولا مهري بقى ولا في اي حاجة. المية ما غلاتش لسه. شوفوا المية زي ما هي لسه سخنة. وبعدين انتي لو حسيتي ان انتي تقلت عليها في التسوية، يبقى جنبك مية ساقعة، تبرديها على طول في مية ساقعة عشان بتكمل تسويتها وهي سخنة كده. يعني هي تكمل كمان ربع تسوية كمان جوه.
دلوقتي وهي سخنة وعلى بعضها كده. شفتوا الورق؟ شفتوا المنظر؟ يا سلام عليك يا خوخ، يا سلام. طب يا خوخة ما حطيتيش ملح ليه في المية زي ما بنعمل كده؟ لا، لو هتخزني ما تحطيش ملح، لو هتخزني ما تحطيش ملح، بيخلي الكرنب بينهرى معاك بسرعة وما يحافظش على اللون الاخضر بتاع الكرنباية ده، واللون ده بيخليه مطفي كده، بيخليه مطفي. وبعدين بيخلد لو قعد فترة طويلة في الفريزر بيجلد. ونعمل دي تمام. تجيبي الورقة اللي عليها الدور. ليه بقى؟ عشان المية اولا تكون وصلت لها واتسلقت اهي، وثانيا عشان تبقى سهلة في الايه، في التطليع اهي. ارجعي شوية ورا يا وزة عشان المية سخنة جدا كده. شفت الورقة اهي على الدور اهي، طلعت اهي بسهولة اهي. الورقة اللي عليها الدور تلفي كده وتشوف الورقة اللي عليها الدور تطلعي. دي برضو مش هتخلي المية سخنة برضو تقع عليكي، او لو اللي هي مثلا ايديها بتتبهدل من سخونية المية، وبرضو الكرنب بيبقى عندها مشكلة في السلق. عشان كده ديت مفيش اي حاجة، انا بمسك بايدي بس ساعة ما الحتة الاخرانية ديت بتيجي انا بمسك بايدي، عشان برضو ايديا برضو بتتبهدل من ايه، من المية السخنة، ما اقدرش انزل ايدي فيه. وانت طبعا سلامتك بالدنيا كلها. شوية اللي هما جوه تمام. بايدك ووعي ايدك كده يا ست الكل تمام اهي. اظن دي عندك اكيد يعني كده تمام. كده لا بهدلت ايدك ولا خفت من المية السخنة. وكده تمام يا ست الكل. بنجيب كمان. الفيديو ده مليان افكار وحاجات يعني هتستفيدي منها جدا. ليه يا خوخة؟ انت حاطه الغطا بتاع الحله فوق الحله كده، وهي فيها الكرنب وبتسلق الكرنب الوقت بينسلق النار عليه، وانت حاطه فوقه كده ليه؟ يعني انت حاطه وضغطه فوقها كده ليه؟ اقولك عشان تخليكي معايا لاخر الفيديو ولا اكمل؟ نقول عشان انا بحبكم. انا حطاها كده ليه؟ عشان اضغط عليها جدا او المية توصل بسرعة جواها، عشان ما تستهلكش نار كتير، يعني اسرع عملية السلق، عشان انا معايا كمية كبيرة تمام. هي اصلا لما تفاحة بعتتلي على الواتس وقالت لي مطلوب منك 30 كيلو كرنب، انا انهبلت. هعمل ايه؟ بقيت اعمل بقى اللي انا عملته ده. يعني دلوقتي انا بسرع عملية السلق بالضغطة دي. شوفوا دي تقيلة جدا، دي تقيلة، فحطيتها عليها عشان المية تدخل بسرعة. احنا هنقطع تقطيعة كده مربعات زي دي كده، زي دي كده تمام. نحط الورق اللي هو قد بعضه عشان ما يبقاش فيه ايه حاجة يعني نفوض منه حاجة او نهدر حاجة. يعني الورق اللي قد بعضه بالظبط هنحطه فوق بعضه كده تمام اهو. كبيرة نحط القد دي كده تمام. كده ونسويه هنا كده كده
ما ترميش ده طبعا، ده بنخلله، بنعمله مخلل يبقى جميل اهو. احنا مش بنرمي حاجه. وقلب الكرنب طبعا بنحطه على السلطه يبقى جميل جدا اهو. تمام. احنا هنساوي اول كده، بعدين هنقطع كده. بسم الله كده. تمام. نحط ده فوق بعضه كده هنا. ونيجي نكمل كده ونساوي دي بقى فيها هي دي كده ما تنفعش تتحط وكده، اي حاجه تانية اهي تتحط يعني ده فوق بعضه كده كله اهو اهو. تمام. عملنا هرمه وفي ثانيه نسوي دي، نيجي على دي برضه نسويها كده اهو. يا جمالك يا اختي في ثانيه. شوفي عملت قد ايه في ثانيه. ايه رايك؟ تعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها بنفس الطريقه. شفتي ده على قد الصوابع، يعني مثلا تاخدي على طول وتلفي، تاخدي على طول وتلفي كده كده كده. انت بقى ما خدش منك اي وقت. الحله لو هتعمليها في ثانيه مش هتاخد منك اي وقت. شوفي شوفي انا بلف على الهوا اهو. شفتي ولسه الخضار محتفظ بيها اهو، عشان السكر لسه فيها الخضار محتفظه بيها يعني اللون والجمال والورق والشكل طبعا يطلع من عندي خوخ. تمام. هنحطه بقى في مصفى كده يصفي. وتعالي نطلع اللي على البوتاجاز. دلوقتي هنقطع اللي هي التقطيعه التانية اللي هي الرول. دي ورقه واحده، ممكن تعملها ورقتين، انا بفضلها ورقتين بس احنا هنعمل اهي. لازم تكون قد بعضها، تقطيعه قد بعضها عشان الصوابع تبقى كلها متساويه اهي. تمام اهي. ده الرول اهو اهو. ده الرول. تمام اهو. ان شاء الله. شوف الورقه خفيفه وجميله اهي وماسكه نفسها، يعني مش هتتهرى منك ان شاء الله اهي. هنحطها بقى في صف الميه كده، ما نحطهاش في الفريزر طبعا زي ما اتفقنا دلوقتي خالص غير لما تصفي ميتها. تمام. انا هعملها بقى 2 فوق بعض كده عشان ايه؟ ننجز الانجاز، لان انتوا شايفين المهرجان اللي بره ده لازم يتعمل وبانجاز كبير كده كده اهو. كده ما بيبقاش جوه بعض، هما بيبقوا فوق بعض كده وتعملي شفتي فصلت عن بعضها، بس لازم تعمليها فوق بعض كده عشان ايه؟ تنجزي، مش ورقه بورقه، تعملي الاثنين فوق بعض كده اهي اهي. يلا بقى شجعي بلايك كده وخش اتفرجي كده عشان تعرفي لحد اخر الفيديو. اللبن كان محطوط لي. شفتي بقى؟ شفتي الحلاوه والسرعه؟ هتعملي الكميه دي كلها وبالسرعه دي هعملها. تعالي اهي، تعالي تعالي تعالي. شفتي؟ شفت العسل ده؟ شفت الورق الجميل ده؟ شفتي؟ شفتي؟
شفتي بينزل ميه ازاي؟ شفتي الميه اللي نازله منه؟ شفتي؟ تحطوهوش ابدا كده في الفريزر ابدا. استنى يصفي الميه دي خالص. انت بتعمليه من الصبح وخليه حتى لاخر النهار كده في المصفى بتاعته. هوريكي نزل ميه قد ايه عشان برضو تعرفي، عشان تدخليه ناشف خالص عشان ما يكونش تلج والتلج يهريه كمان. وبعد ما خلصنا مهرجان الكرنب حبيت اوريكم اخر المهرجان كان ايه. كان بالطريقه دي، كان بالحلاوه دي، وقلتلكوا انا بتحدى واهو. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في خوخه؟ على فكره انا لسه ما قلتلكوش انا كنت حاطه اللبن ليه في الميه. ليه يا خوخه كنت حاطه اللبن في الميه؟ عشان الكرنب بيطلع له ريحه. لو خزنته انا كتير في الفريزر او سبته بره ما يطلعلوش اي ريحه، اما اجي اطبخه ما يطلعلوش اي ريحه. لو غاب في الفريزر مهما يغيب ما يطلعلوش اي ريحه. وانت بتسلقي ما يطلعلوش اي ريحه في البيت، ما يقلبلكيش ريحه البيت، لاني بيطلع ريحه جامده من الايه، من الكرنب. فانا بحط معلقتين اللبن في الميه علشان الريحه بتاعه الكرنب. تمام. والسكر قلنا عشان حفظ، عشان هتحطيه في الفريزر. تمام. في ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الحلويات دي؟ انا قلت اتحدى اهو، وانا بتحداها الوقت اهو. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتركي في قناتنا يا مرات اخويا خوخة وتفاح. بس ده شغل خوخة بقى. اعملي لايك لاختك خوخة وشجعيها، عشان كل حاجة بتفرزها بتقولك على اي تكة فيها تفضل محفوظة في الفريزر لمدة اللي انت عايزاها، لمدة اطول زي ما انت عايز. باي.